السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله راح نشارك معكم هذه الوصفه الهائله بمكونات قليله. راح تتحصلوا على كميه كبيره تاع غاتو، يعني ب 125 غرام تاع زبده فقط راح تتحصلوا على 50 حبه تاع غاتو. كي تلصقوهم يولوا 25 حبه. المذاق تاعو رائع وهايل وهشيش. اول حاجه واش راح نديروا، راح نجيبوا اناء راح نحطوا فيه 125 غرام تاع زبده تكون بحراره الغرفه، نزيدوا لها رشه تاع ملح وراح نخلطهم مليح بيدي حتى نتحصل على قوام كريمي. يعني تقدروا تخدموا بالضرب الكهربائي لكن مش محتم، يعني تخدموا باليد بركه ليه راح تكملوا الوصفه. راح نزيد لها علبه صغيره تاع شاميه والا حلوه الترك، يعني لهنا في هذه الوصفه ما نحتاجوش للسكر بودره والا السكر العادي، المهم ما نحتاجوش للسكر اصلا في هذه الوصفه. راح نحل هذه العلبه تاع الشاميه، نحلها مليح في الزبده تاعنا، يعني نبقى نخلط فيها حتى يتجانسوا مع بعضهم ويولوا شغل كريمه. ضفت لها نصف ملعقه كبيره تاع شوكولاته الطيله، صفار بيضاء بحراره الغرفه، وعندي مبشور حبه ليمون متوسطه الحجم، وضفت عليهم 2 ملاعق كبار تاع سمسم محمر، سمسم والا جلجلان. وراح نخلط المكونات بيدي حتى يندمجوا مع بعضهم. نضيف لهم ملعقه صغيره تاع فانيلا ونكمل نخلط حتى يعطوني القوام الكريمي هذا كما راكم تشوفوا. نبدا نضيف في الفرينه، نضيف بشويه ونخلط حتى نتحصل على القوام المطلوب. لهنا ديروا بشويه باه ما تغلبكمش الفرينه، خلطوا وما تعجنوش. يعني بالنسبه للعجينه هذه تشبه شويه الصابلي لكن ماهيش صابلي، عجينه تجيه هشيشه وتذوب في الفم والبنه تاعها هايله، يعني انا نخلط فيها وريحتها ضاربه قبل ما طيب بعد. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه، يعني عجينه تقدروا تشكلوها بهذا الشكل. راح نغطي عليها نخليها ترتاح حوالي 10 دقائق ونبدا نخدم فيها. راح نهز العجينه تاعي نحلها ما بين 2 اكياس بلاستيكيه، نحلها بسمك رقيق. لهنا لازم يكون سمك رقيق شويه لانه من بعد راح تتنفخ كي طيب. راح نجيب طابع مثلث، نتوما استخدموا اي طابع حبيتوه قلب، حبيتوه مثلث والا دائري نتوما احرار. انا استخدمت مثلث. الفور تاعي راه يسخن على 180 درجه، نحط فيه الحبات يطيبوا ولازم نحمروهم مليح. دوك نقول لكم بعد السبب علاه. نوري لكم الان السمك تاع الحبه اللي لازم تكون فيه. شوفوا كيف ما تجي رقيقه. بالنسبه للوصفه كما قلت لكم تخرج لكم 50 حبه، 125 غرام تاع زبده تخرج لكم 50 حبه، كي تلصقوهم تولي 25 حبه. راح نجيب الان كميه من العسل، زدت لها شويه تاع ماء، خففتها بشويه تاع ماء وحطيتها تغلى، لانه بعد ما طاب الكاطو خليته برد ومن بعد عسلته بعسل يكون سخون. وتقدروا ديروا العكس، يعني الكاطو تاعكم يكون سخون والعسيله تكون بارده، المهم العسيله تخففوها شويه. راح نحطهم على جنب حتى يتشربوا هذاك العسل ومن بعد نكمل باقي المراحل. الان واش راح ندير، راح نحط شوكولا تارتيني في لابوش، وراح ندير كميه مليحه ما بين كل 2 حبات، يعني نحبوا حتى يبان لينا السمك تاعها شويه ما بين الحبات. لهنا تقدروا تبدلوا الحشو كما حبيتوا، يعني مش محتم شوكولا تارتيني. ومن بعد ما لصقت الحبات الكل جبت كاوكاو مرحي خشين شويه بكشورو. لهنا راهو بكشورو ماهوش منحي القشور الكل. وجبت كميه من الكونفيتور وراح نكمل التزيين تاعي. لهنا ليسونسيال تخليو الحبات تاعكم يتشربوا هذيك العسيله، وراح تطليو الحبات تاعكم بالكونفيتور. تقدروا تطليوهم كما نقولوا في الجوانب ومن الفوق بركه، والا ديروا الحبه كامله وترمدوها في الكاوكاو. بالنسبه لطرق اخرى للتزيين تقدروا ديروا نص كاوكاو ونص تغطسوها في الشوكولا، وكما نقولوا كل واحد واش يحب يدير. تقدروا ترمدوها في الكوفرات كيف نتوما احرار. انا رمتها في الكاوكاو كيما هكا ودرت لها خطوط من الشوكولا ودرت لها البابيون هذيك بيضاء بالشوكولا.